تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 للدفاع عن لقبها الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك رباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وكان المكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 دجنبر 2022 على ضرورة على متن الخطوط الملكية المغربية. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تقدمت يوم 22 دجنبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتبارها الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ من خلال مراسلة رسمية تواصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجراءات التالية: إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و 10 يناير 2023 تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري. لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية.